السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل نتكلم في السلكت شوية. السلكت في اللي احنا كنا بنتكلم فيها في السلكت والابديت والانسرت والحاجات دي كلها هنتكلم فيها بس بطريقة اسهل شوية، يعني ندي امثلة تانية ممكن تسهل الموضوع شوية. يمكن اكون مش بشرحها بطريقة سهلة، لكن بحاول اخليها تكون سهلة شوية، كلها محاولات، يعني ممكن تطلع صح تطلع حلوة انت وحظك بقى. فخلينا نيجي عند المثال اللي انا بشوفه هو اكتر مثال سهل جدا احنا ممكن نتكلم فيه. انا عندي شركة فيها مجموعة من الموظفين، فيها رقم الموظف، الاسم الاول بتاعه، الاسم الثاني، والسالري هو بياخده. يعني مثلا احمد علي ده بياخد 5000، منى حسن بتاخد 7000، وهكذا. انا عايز اعمل كويري بسيطه جدا كده. الكويري دي هروح اقول فيها ان انا عايز اقول مثلا الناس دي هتاخد بونص، انا عايز ادي الناس دي بونص. فاحنا عندنا عمليات جمع وطرح واسم وضرب ممكن نعملها، يعني العمليات الرياضيه اللي هي البسيطه جدا دي كلها ممكن نعملها. يعني وليكن انا مثلا عايز ادي الموظفين دولت زياده 1.5% على مرتباتهم. نعملها ازاي؟ هنيجي هنا كده ونكتب نقول سيلكت. احنا عندنا هنا التيبل بتاعنا ده اسمه امبلويز، هنقول له امبلويز فروم امبلويز. دي عايزين نجيب الاسم الاول فيرست نيم، ماشي، ونقول له احنا عايزين نجيب الفيرست نيم ده، ونقول له ان الفيرست نيم ده عايزين نزوده نخليه ياخد 1.5% زياده عن مرتبه. احنا ممكن نعمل حركه حلوه قوي، ممكن نعمل حاجه اسمها اليسز. اليسز دي ان انا ممكن اختصر اسم التيبل، بدل ما اكتب امبلويز كلها اكتب حرف الاي. فانا ممكن اكتب سيلكت مثلا اي دوت فيرست نيم. فيرست نيم طبعا هو هيفضل محمر كده لان هو اي ده بالنسبه لي واليسس او اختصار انا مش فاهمه. وهقول له انا عايز منهم الاي سالري، وهقول له ان الاي سالري بتاعنا، السالري ده هنضربه او هنجمعه او هنقسمه، هنزود عليه مثلا 500 جنيه، كل واحد فيهم هيزيد 500 جنيه. لما عملنا كده انا عايز اقول له فروم الكلام ده يحصل من انهي تيبل؟ التيبل اللي اسمه امبلويز. هنقول له ان الاليسس بتاعت او الاختصار بتاع امبلويز هو حرف الاي، واعمل كده. هو جاي بيقول لك ان الاي فيرست نيم مش موجود، هو اسمه فيرست اندرسكول نيم. اوكي طيب، هو زود لك كده على احمد ده اللي هو انا ممكن اخليه على فكره فيرست نيم ولاست نيم، يعني ممكن اكتب اي لاست نيم عشان برضه نبقى فاهمين مين هو احمد ده. احمد علي السالري بتاعه الاساسي كان 5000، لما زاد بقى 5500. انا ممكن اعمل التيبل ده واخليه هو التيبل الزياده واسميه اللي هو ده السالري بعد الزياده، هو سالري افتر بونص وليكن. طيب انا ممكن اعملها ازاي؟ هكتب هنا بعديها از واكتب سالري افتر مثلا بونص وهقول له كده بقى سالري افتر بونص، يعني ده السالري الاساسي ده النت سالري، والسالري افتر بونص 5500. انا ممكن انقصهم برضو عادي جدا، ممكن اضرب في رقمهم مثلا زياده رقم معين، ممكن اطرح اقسم اعمل اي اوبريشن من العمليات الرياضيه الطبيعيه جدا ممكن اعملها. فكل الحاجات دي ابليكابل جدا ان هي تحصل، مفيش اي مشكله ان هي تحصل. ده الالياسنج في الداتابيز، ان انت ممكن تعمل الياس او تعمل اي بيزك اوبريشن عاديه جدا ان انت تزود حد معين. انا عايز اشوف كل حاجه في الداتابيز. مثلا خلينا ممكن نكتب سيلكت استريك فروم امبلويز مثلا. حلو كده، بص اللي هيحصل هيجيب لي كل اللي موجود في التيبلز، الاي دي بتاعهم وكده، كل اللي موجود في التيبل بتاع الامبلويز. لو انا عايز مثلا اشوف حاجه معينه من الداتابيز، الموضوع ببساطه شديده جدا. انا هقول له مثلا انا عايز اشوف مين اقل واحد فيهم مرتب. انا هعمل ده ازاي؟ هقول له كده بمنتهى البساطه، هنقول له سيلكت، هقول له من، وهقول له مثلا اللي هو المينيموم، مين اقل واحد فيهم في السالري. اوكي سالري، وهقول له از برضو اقول له ده اللو سالري. حلو كده. لو انا عايز ازودهم مثلا كلهم، انا عايز اعرف مين اقل واحد فيهم، طبعا هقول له ده هيكون فروم الامبلويز. حلو كده. طيب تعالى نبص كده. طيب اقل واحد فيهم هو بيقبض 5000 جنيه. هل لو انا عايز اعرف مين اسم اقل موظف بياخد فلوس ده، انا عرفت ان هو مين اقل سالري، بس مين اقل موظف بياخد السالري ده ممكن اكتب ايه؟ اقول له برضه سيلكت، هقول له فيرست نيم واقول له لاست نيم الاسم بتاعه، وهقول له السالري. هات لي كل المعلومات دي مع بعض. حلو كده. وهقول له فروم من ايه؟ من الامبلويز، وهقول له ان انا عايز اوردر باي، وهقول له سالري، واقول له اي اس سي. حلو كده. وهقول له ليميت واحد. كده انا عايز واحد بس، اقل واحد بس بياخد سالري اقل حاجه اللي هو احمد علي. حلو كده. هنا انا بقول له من الاصغر للاكبر، يعني اللي هي الاي سي، من اقول له من الاصغر للاكبر. انا ممكن اخليه مثلا لو انا مثلا عايز اجيب كل الموظفين اللي بياخدوا نفس السالري. حلو كده. طيب انا ممكن اعمل برضو حاجه ثانيه، ممكن اكتب سيلكت واقول له الفيرست نيم واقول له لاست نيم ماشي، وهقول له برضو السالري. عملنا كده. انا اقول له فروم امبلويز ماشي،
وهقول له وير ماشي سالري. انا كده بعمل عمليه بسيطه جدا، واقول له ان السالري ده هيقول له ان سيلكت المينيموم سالري من المينيموم سالري. طيب خلينا نكتبها من غير اوتو كومبليت عشان ما تبقاش من سالري، وهنقول له فروم امبلويز. كده جاب لي برضو ان هو مين اقل سالري في الموظفين كلهم، او مين اللي عندهم نفس السالري الاقل. طبعا هو ده اقل واحد فيهم خالص، اوكي، او ما فيش حد تاني بياخد نفس الرقم ده في السالاريز. طيب خلينا نقول احنا في المثال اللي فات ده، خلينا نرجع للمثال اللي فات، نرجع كده. احنا كان عندنا هنا اي اس سي دي اللي هي الترتيب التصاعدي، ان انا بقول له دي اختصار كلمه ascendant، او مش عارف الترتيب التصاعدي دي كانت بتقال ازاي بالانجليزي بصراحه، بس هي ده معناها كلمه ترتيب التصاعدي. لو انا عايز اخليها ترتيب تنازلي ممكن اكتب سك واعمل كده، هقول له انا عايز ترتيب التنازلي مين اكتر واحد بياخد فيهم سالري. هل انا ممكن اعمل يعني مثلا خلينا نقول ان دي الاي اس سي ده من الصغير للكبير، من سمول تو لارج مثلا، حلو. وخلينا نقول ان دي هنا من اللارج تو سمول، حلو كده. دي شويه اوبريشنز بسيطه جدا 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 جدا، احنا ممكن اي حد يبقى عارفها في اي حاجه لها علاقه بالسيكل. ايه الجزء الثاني اللي احنا ممكن نكون محتاجينه؟ خلينا نقول برضو احنا عندنا هنا انا ده اوردر باي سالري دي، انا بعمل كده برتب، بقول له هنا رتب لي بالموظفين من المرتب من الاكبر للاصغر، حلو كده. هنا انا بقول له هات لي نتيجه واحده بس، انا ممكن اخليها يجيب لي نتيجتين، ممكن اخليه يجيب لي 3 نتائج، ممكن اخليه يجيب لي 4 نتائج، وهكذا. انا هنا برتب بس على عدد النتائج، انا مش عايز ارتب عادي جدا، ممكن اشيل الليميت ده واقول له من غير ترتيب وانطلق على كده، حلو كده. كده رتبهم لي من الاكبر للاصغر، لو انا عايز اخليهم من الاصغر للاكبر ماشي، من الاصغر للاكبر عكسهم اهي، حلو كده. طيب طبعا اي عمليه رياضيه انا ممكن اعملها عادي جدا في منتهى البساطه، الموضوع مش حاجه صعبه خالص. انا بعمل بس شكل التيبل او السكيما بتاعتي، بحدد فيها انا محتاج ان انا اعمل اي اوبريشن انا محتاج ان انا اشتغل عليها. الكلام ده ممكن يحصل على اي حاجه، لو انت في شركه عايز تعملها في شكل التيبلز وتعملها بالشكل ده عادي جدا. بالمناسبه اصلا بقى في اي كويري بنستخدمها في تولز زي داتا جريب كده، يعني انت لو دخلت هنا كده وقلت له ان انت ممكن عايز تستخدم داتا جريب مثلا كده، وتقول له هنا كده طبعا لازم تكون مشترك، ممكن تقول له اقرا الداتا بيس بتاعتي وانا عايز اعمل عمليه رياضيه ان انا اعمل كذا 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 كذا. انا طبعا مش بقول لك كده انك تستخدم الاي اي، بس احنا بقينا في زمن الاي اي يعني، فطبيعي جدا ان انت لو تقدر تعمل ده وحابب تعمل ده ومش عايز تتعلم سيكوال بشكل بسيط ممكن تعمل ده عادي جدا. انا بس حبيبي ان انا اديك فكره ده الموضوع هيبقى عامل ازاي في السلكتورز بشكل عام، ممكن تفهمها ازاي وازاي تعرف الداتا بيس نفسها شغاله ازاي والهيراركي بتاعتها. اتمنى يكون الدرس البسيط ده فهمك شويه حاجات من الدرس اللي فات، تكون استفدت بحاجه جديده